ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض صينية الوليمة او صينية كده حلوة للاعياد والمناسبات. هنعملها بشكل حلو كده وجميل زي المحلات بره، وكمان طعمها تحفة ومش هتفرقي عن بره، بل احسن كمان وانضف حاجة انت عاملاها بايدك في البيت. تعالوا نعمل مع بعض الوليمة، وهقولك على تركات هتفرق معاكي في الشكل وفي الطعم. يلا بينا نبدأ الوليمة بتاعتنا. اول حاجة هجيب الحمام واغسله كويس جدا وانضفه وانقعه شوية، حوالي كده ساعة في ملح وليمون ودقيق عشان اشيل منه اي زفرة فيه لغاية لما يبقى حلو كده زي القشطة. وبعد كده هجيب بقى الحمامة كده واخليها كده الجلد عن اللحم، علشان خاطر لما اجي احشي الحمام يبقى ياخد نفس الشكل بتاع بره. دي كده اول حاجة هنعملها، يعني هنخلي كده الجلد كده بالراحة، يعني وانتي بتعمليها بالراحة خالص عشان الجلد بتاع الحمام خفيف ما يتقطعش معاكي. اخليها كده بالراحة لغاية لما تخلي اللحم عن الجلد. بعد كده مش هفتحها للاخر عند البطن عشان لما احشي الرز ما يقعش من الناحية التانية وينزل معايا في الحلة وما تبقاش شكلها لطيف. كده احنا خلصنا اول خطوة. خلاص كده الحمام بقى جاهز، تعالوا بقى نروح نعمل الخلطة اللي هنحشيها للحمام. انا هعمله النهاردة بالفريك، طعمه بيبقى حلو وجميل. هنا معايا معلقتين كده من الزبدة، عليهم معلقة من الزيت، وهنزل عليهم ببصلاية كبيرة كده حلوة. احنا مش هنحمرها، هنديها بس تشويحة كده خفيفة في السمنة او الزبدة. وبعد ما اشوح البصلة بتاعتي دي كده، كان بصل متفرز ف بيبقى حلو في الاستخدام على طول، تاخدي المكعب بتاع البصل تستخدميه على طول في الطبخة، يبقى حاجة كده سريعة. بعد كده نزلت عليه بالكبد والقوانص متقطعة كده صغير، واشوحهم في قلب البصلة لغاية لما يتشوحوا مع بعض كده وياخدوا كده شوية في السوا. هنزل عليهم بقى بالتوابل بتاعتي، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة او نص معلقة من السبع بهارات، معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، وكمان شوية كده من جوز الطيب. هجيب بقى حتة كده من جوز الطيب وابشرها، بتدي الطعم معاكي بتوديه في حتة تانية، بتخلي طعم الاكل حلو. ابشر كده حتة صغيرة وبس كده. دي كده توابل كده خفيفة، ومش هنكتر توابل، احنا عايزين طعم الحمام الجميل المسكر ومش عايزين نكتر في التوابل. هديهم بقى تقليبة كده مع بعض، وتشمي بقى ريحة التوابل كده مع الكبدة والقوانص والبصل، طعم ريحتها كده حلوة. بعد كده هجيب بقى عندي الفريك اللي هحشي بيه الحمام، وهضيف ربع كيلو من الفريك المتنقي المغسول ومتصفي كده كويس. اهم حاجة يكون الفريك كده متنقي كويس ونوعه حلو عشان ما يبقاش فيه اي حاجة. وهنزل بيه على الكبد والقوانص واقلبهم مع بعض يتشوحوا شويه. بعد كده تضيفي كوبايه من الميه وتسيبيهم يستووا نص سوا، عشان تضمني ان لما تحشي الحمام يبقى معاكي الفريك كده مستوي وحلو وما ياخدش وقت، وتبقى الحمام كده طالع حلو ومستوي، عشان هو مش هياخد وقت معايا عشان الحمام صغير في السن. وده احسن حاجه ان انت تجيبيها ان هو يكون صغير في السن، يعني ما يبقاش كبير عشان ما ياخدش معاكي سوا كتير. وهنحشي كده بقى الحمام كده الاول من البطن، او يعني اي اتجاه انت عايزاه. الاول احشي الحمام كده، بعد ما حشيت البطن حشيت كمان من عند الرقبة كده، وحبة حبة، وتدخلي الفريك كده من الجوانب، وما تملهوش قوي عشان خاطر ما يفرقعش منك، لان هو لسه هيستوي وهيتضاعف شوية، فما تملوش قوي. وبعد كده هتقفلي الحمامة كويس، هتحطي كده رجليها لتحت في الفتحة دي، وبعد كده هتيجي تقفلي الناحية التانية، مش هترضى تخش، فهنحطها تحت الرجل التانية بتاعت الحمامة، علشان لو عملنا فتحة تانية هتلاقي الجلد اتفتح معاكي وباظت شكل الحمامة. هنعمل بقى واحدة تاني كمان، هحشيها كويس كده من البطن، وبعد كده نفس الطريقة من الرقبة، وهقفل الرجلين برضو بنفس الطريقة. هقفل واحدة في الجلدة والتانية هدخلها من تحت رجل الحمامة عشان ياخد الشكل اللي هو بتاع بره، ونكتفها كده وتبقى حلوة متوقعش معانا اي فريك وهي بتستوي. هشيل كده الحمامة اهو من الرقبة،
وهنزل كده الفريك كده في الجوانب. بصوا مش بيطلع، هو بينزل. انا قافله مش فاتحاه للاخر. هحشي كده الفريك بتاعي كويس ومش هملاها قوي. وهنا هقفل بقى من هنا عشان ما يقعش مني اي رز او اي فريك. هنقفل كده في الجلدة، وبعد كده ادخلها تحت رجليها من الناحية التانية عشان ما تتفتح. وكتفت كده الجناحات بتاعت الحمامة من تحت، وكده بقى جاهز معايا الحمام كده على التسوية. هنروح بقى نعمل بوكيه جرنيه بتاع الحمام. حطيت بصلاية، طماطماية، ملح وفلفل وحبهان وورق اللورا نسيته مش عارفة ليه. وبس كده تقليبة ومية كده تغلي كويس. بعد كده هننزل الحمام. وكان عندي ممبار جاهز على التسوية، يا دوبك سويته بس وجاهز كده على التحمير. بعد ما الشوربة بقى او المية غليت بتاعة الحمام، هنزل بالحمام كده في المية. و اختاري حلة تكون كبيرة كده عشان ما تحطوش فوق بعضه يفرقع منك اثناء التسوية. بس كده هديله غلوتين، وبعد ما يغلي معايا كويس هوطي عليه النار. تبقى نار هادية كده لغاية نص ساعة. وما تكتريش عن نص ساعة عشان خاطر يبقى مستوي حلو، وما تزوديش اكتر من كده عشان ما يفرقعش منك. وبس كده دي طريقة التسوية. بعد ما يستوي بقى خالص هوريكم بقى شكله. بصي اول ما الحمامة كده نزلت في المية السخنة وهي بتغلي، اتقفلت كده ومش هتوقع معاكي ولا اي فريك ولا اي رز. وكده بقت خلاص كده تمام. هنسيبها بقى تستوي، وبعد كده لما تغلي هوطي عليها خالص ونص ساعة ونشوفها. وادي كده الحمام بعد ما غلى واستوى خلاص كده خلصناه. اول بقى ما الحمام يستوي معاكي نشيله على طول من الشوربة، عشان لو قعد في الشوربة كتير بيتفتح وبيفرقع مننا. فهنشيل الحمام كده خالص بعد ما استوى من الشوربة. بص الحمامة طالعة مقفولة كده وماسكة نفسها واخدة الشكل بتاع بره الجميل. وكده بقى جاهز معانا على التحمير على طول. هطلع بقى الحمام كله. وعندي الشوربة بقى تقدري تعملي بقى شوية لسان عصفور، شوية بامية كده وكا. عايزة اقولك من اللي قلبك يحبها بيبقى طعمها مسكر كده وجميل وخفيفة، بتبقى طعمها وهم. بحب اعمل البامية مع شوربة الحمام، بس النهاردة عاملين صينية كده فمش محتاجة اي حاجة تاني جنبها. بعد كده هنعمل مع بعض الكفتة. وعايزة اقولك الطريقة دي حلوة جدا، وكمان بتخلي الكفتة معاكي جوسي كده وطرية واخدة لون حلو ومتفرغة كمان من جوه. بجد هتعملي طريقة الكفتة هتعجبك، هتحسي ان انت كأنك جايباها من عند الحاتي. حطيت هنا نص كيلو من اللحمة، وطبعا بيبقى فيها نسبة دهن. ونزلت عليها بالتوابل ملح وفلفل وبابريكا وكمان شوية كده من جوز الطيب. وهعجنهم مع بعض كويس لغاية اما الانسجة بتاعة اللحم تتداخل مع البصل وكله يخش في بعض كده. واعجنها كده شوية حلوين علشان ما تفكش منك. بعد كده هضيف بقى معلقة صغيرة من البيكنج باودر واعجنها مع بعض كده كويس. وهضيف كمان بضاية. والبضاية دي هتخلي الكفتة بتاعتك تبقى حلوة وطرية كده وهشة زي اللي بتجيبها من بره. طبعا بره بيكونوا مستخدمين دوش كتير عشان السمين ده بيبقى مدي اللحمة كده هشاشة، فاحنا هنحط البضاية هتفرق معاكي جدا. بعد كده هتضيفي معلقتين بس من البقسماط المطحون او نص رغيف كده من الفينو. هتبليه وتصفيه كويس وتضيفيه على الكفتة. هتخلي الكفتة بتاعتك تبقى متماسكة كده وهشة وحلوة. بس كده هتحسي ان هي بتلزق شوية، ما تضيفيش اي حاجة، حطيها في التلاجة تتشمع حوالي كده نص ساعة وبعد كده نشتغل بيها. بس كده تعالوا نعمل مع بعض الرز عقبال ما الكفتة تتشمع معايا شوية. معلقتين 3 بقى من الزيت، وهنزل عليهم ببصلايه كده متوسطة وقرن فلفل كده، واحد حار وواحد بارد. وهقلبهم كده لغايه لما يتحمروا معايا وياخدوا لون كده ذهبي شويه. بعد كده ننزل عليهم بقى بالتوابل فلفل وكركم وكاري وملح وكمان شويه كده من جوز الطيب وربع معلقه صغيره من القرفه وربع نص معلقه من السبع بهارات. وبس كده دي التوابل بتاعتنا، مش هنضيف حاجه تاني. بس كده هديهم تقريبا مع بعض كده يتشوحوا وتشمي ريحة البهارات الجميلة لما تتشوح كده. وكده خلاص هننزل بقى بطماطمايه كده متقطعة صغير لغاية لما الطماطم تدبل شوية مع البصل.
وبعد كده ننزل بالرز. سهل جدا وكمان بيبقى طعمه وهمي كده. بعد كده حطيت عليهم كده معلقتين من شوربة الحمام علشان يتسبكوا كده مع بعض شوية، والطماطم بتاعتي تدبل. بعد ما تدبل الطماطم هغسل الرز البسمتي وهنزل بيه على الطماطم. حطيت نص كيلو من الرز البسمتي واديهم تقلبتين كده مع بعض يتشوحوا، وهنزل بالشوربة بقى. نسيب شوربة الحمام عشان يبقى واخد الطعم المسكر ويبقى طعمه جميل. لو ما عندكش شوربة هتحطي مكعبين من الماجي هيظبط معاكي الطعم قوي، لكن هنا انا ما حطيتش ماجي، حطيت شوربة الحمام هيديله طعم حلو كده ومسكر. بس كده خلاص شوحته، هنزل بقى عليه بالشوربة. وهنا حطيت حوالي كوبايتين كده ونص من الشوربة بتاعت الحمام، يعني يغطي معاكي الرز خالص، ويبقى كده عقلتين من صباعك فوق الرز. بس كده خلاص هسيبه بقى ياخد غلوة، وبعد كده نوطي عليه خالص ونسيبه يستوي لغاية لما نخلص بقى نروح نكمل باقي الخطوات. هتدوقي كده وتظبطي الملح بتاعه، وبعد كده تسيبيه ياخد غلوة ونوطي عليه خالص لغاية لما يستوي. بس كده بقى تعالوا نطلع الكفتة بعد ما اتشمعت معايا ومسكت نفسها كده. هجيب بقى مية البصل اللي احنا صفيناه، واحط عليه معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة ومعلقة من الزيت، وبس كده واقلبهم مع بعض. واخد بقى كده معلقة كده خشب او عودين من شيش طاووق، واعمل عليهم اللحمة كده اصبعها بالشكل ده كده زي ما انت شايفة. هاخد بقى من مية البصل والبابريكا كده واصبع بقى الكفتة كده. ودي الخطوة ده تدينا نتيجة حلوة كده، هتخلي الكفتة كده حلوة معاكي، وكمان هتبقى واخدة سن برضو حمران من البابريكا بتخليها طعمها حلو ولون حلو. بس كده هكمل برضو الباقي كله بنفس الطريقة. وبصي العصيان بقى اللي هي بتاعت المعالق الخشب اللي هي القديمة دي بتبقى حلوة قوي. انا مخليه المعلقة دي مخصوص للكفتة. بعمل عليها كده الكفتة بتبقى حلوة كده ومفرغة من جوه وكمان جميلة. بس كده. وعلى اي شبكة كده عندك هتحطي الكفتة وتحتها صينية عشان اي حاجة هتنزل من الكفتة تنزل في الصينية. وكمان نزود شوية من المية هتخلي الكفتة تاخد سوا بسرعة وتبقى طرية كده وجوسي وحلوة مش تنشف معاكي، وهتطلع احلى كفتة هتعمليها. كده هنخلص بقية الكفتة كلها وبعد كده اوريكم بقى هنعمل ايه. كده خلاص خلصنا الكفتة كلها. بصوا شكلها كده اساسا يعني عايزه اقولك تتاكل وهي نيه بجد، وريحتها حلوه وجميله. هحط كده كوبايه من الميه في الصينيه عشان تساعد على السوا وتديني طراوه حلوه، وادخلها الفرن وبعدين كده نشوفها عامله ازاي. بعد كده جبت بقى الحمام عايزاه ياخد اللون الجميل بتاع بره. وسر بقى المحلات هنا ان هما بيدهنوا الحمام بالحليب، بياخد لون حلو جدا وبيطلع متحمر وجميل، ويبقى بقى شكله حلو قوي في التقديم، وبيبقى حاجة كده يعني ايه جميلة. دهنت بقى الحمام كده كله من الناحيتين بالحليب كويس علشان ياخد اللون الموحد الجميل بتاع الحمام. بعد ما اخلص دهن الحمام بقى طاسة على النار بقى ونروح نحمر الحمام كده سوا. وعندي الرز كده بيستوي والممبار استوى كده ومحتاج ان هو بس يتحمر كده. هحمر الحمام كده مع بعض. وعندي طبعا الكفتة في الفرن بتستوي. عندك بقى هنا الحمام لما خد طبقة كده من الحليب وينزل في زيت سخن، وبعد ما نحط الحمام نوطي النار كده يعني سيكة، نهديها سيكة، وبعد كده نحمر الحمام كده من كل الجوانب. اقعدي قلبي فيه كده عشان ياخد معاكي اللون الموحد الحلو ويبقى كده متحمر وجميل. كل شوية كده قلبي كده في الجوانب بتاعته علشان تضمني ان كل الحمامة تبقى لون واحد ولونها كده جميل. قلبي كده من كل الاتجاهات وعند الجوانح والرجلين وكله. بصي دي خطوة مهمة، اقعدي قلبي فيه كده على طول عشان يبقى لونه موحد من عند الرقبة. سهل جدا وكمان بيبقى حلو.
كده خلاص الحمام اتحمر معايا وخد لون جميل وشكله بقى تحفة. هطلع بقى الحمام كده، وبعد كده هكمل بقية الحمام بنفس الطريقة. وبعد ما نخلص الحمام نقعد نحمر الممبار. هقلبه بقى في كل الاتجاهات كده عشان اضمن ان الزيت طايله في كل النواحي واخد لون حلو. بس كده هطلع برضو دول، وبعد كده هنزل من الممبار برضو في نفس الزيت. هحمر الممبار برضو كله ويبقى جاهز معايا كده. خلاص خلصنا. بس كده ادي الباقي. كده خلصنا الممبار والحمام وكمان الكفتة هطلعها من الفرن، والرز استوى. ويلا بينا نفرش بقى الصينية بتاعتنا ونقدم الصينية بتاعتنا الجميلة. حطيت هنا بقى الرز بعد ما استوى. جبت بقى صينية كده حلوة وغلفتها بقى بالفويل عشان يبقى نفس التقديم كده بتاع المحلات. وبعد كده حطيت عليها الرز. وهنا عندي كان الكفتة برضو خلصت. بصوا شكلها تحفة ازاي وطلعة طرية كده وجوسي وجميلة. وبعد كده حطيت بقى فحمية كده حلوة عليها نقطتين من الزيت، وشمي بقى ريحة الشوي الجميلة. وحطيت الكفتة والحمام وغطيتهم حوالي دقيقتين كده. قلت بقى عقبال ما ارص كده الممبار حوالين الصينية يكونوا خدوا ريحة الشوي الجميلة. هرص كده الممبار من حوالين الصينية كده وشمين بقى الريحة بتاعة الشوي تحفة بجد، جميلة جدا. هخلص كده الرصة وبعد كده ناخد بقى الحمام كده ونرصه. بصوا ريحة الشوي جامدة جدا. خدوا بقى الكفتة بقى والحمام ورصهم على بقية الصينية. وهنا برضو كنت رشة شوية كده من الزبيب على الرز بيدي طعم حلو. ولو عندك اي مكسرات بقى حطيها. بعد كده هرص كده الكفتة كده في الصينية كده من على الحروف كده كلها حوالين داير. وبعد كده هنزل بالحمام وارصه بقى تقديم بقى المطاعم بقى كده الجميلة. دي صينية حلوة كده للأعياد كده جميلة. صينية الوليمة. حاسس كده ان انا منبهر من نفسي. بصوا بقى شكل الحمام شكله تحفة وكمان لونه موحد وعامل زي ما يكون كأنه جاي من بره. وكمان الحمامة كده مليانة كده بالفريك كده وجميلة وواخدة شكل حلو. وكمان زينتها كده بطماطمايه كده متقطعة بجد حاجة يعني تحفة جدا. بصوا الكفتة بقى هنا قد ايه الطراوة اللي فيها، وتحس ان هي يعني كأنها جاية من بره مش معمولة في البيت خالص. بجد البضاية هتفرق معاها في الطعم وكمان في الطراوة بتاعة الكفتة. وهنا بقى الحمام بقى مستوي والتحمير بتاعه مظبوط واخد شكل حلو. وكمان الفريك كده من جوه مستوي كويس لان احنا مسويه نص سوا وكملنا النص التاني في اثناء التسوية بتاعة الحمام. فبجد كان طعمه جميل ومظبوط. وعندنا بقى الممبار برضو كده حمرناه وجهزناه ورصيناه في الصينية. بجد يعني حاجة هتشرفك. ويا رب بقى يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وشير. وكنت معاكم مطبخ لينا. باي باي.